ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل بقسماط عين اليمامة تحفة. بصوا البقسماطة شكلها حلو ازاي، كمان مقرمشة جدا وهشة وجميلة. سهل جدا، ان شاء الله تجربوه. واللي لسه ما اشتركش في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اول حاجة معانا 300 جرام دقيق جميع الاغراض. عندنا نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. عندنا ربع كوباية زيت ونص كوباية لبن ساقع. بنقلبهم مع بعض ونكمل عجن بمية ساقعة لحد ما نحصل على عجينة متماسكة. بنعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا لحد ما تنعم معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع حسب درجة حرارة الجو. دلوقتي عندنا سمسم محمص وحبة البركة، بنقلبهم مع بعض. بنحط عليهم مية بسيط، المية بتساعد على انه يلزق كويس في البقسماط بتاعي. هنبتدي نقطع العجينة ونلفها ونقطعها، نقسمها زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. دلوقتي بنحطها في السمسم وحبة البركة ونضغط عليها ضغطة خفيفة ونحطها في صاج مدهون بالزبدة. هنكمل تشكيل العجينة بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. شايفين شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله تحفة. دلوقتي بعد ما خلصت كل العجينة بتاعتي ورصيتها عندي في صاج مدهون بزبدة، هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة. وبعدين بنشغل الفرن على درجة حرارة 180، الرف الفوق. اول ما بيبتدي ياخد لون بنهدي الفرن بتاعنا خالص علشان يقرمش معانا البقسماط. ادي البقسماط بتاعنا بعد ما طلع تحفة ومقرمش وجميل. ان شاء الله تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، ونتقابل في وصفة جديدة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.